فعشان الاقتراح ده يعني جاب صدى كبير فانا بعيده تاني، الا وهو الاستثمار. واخدين بالكم يا رجاله معايا؟ واخدين بالكم؟ ايه بقى الاستثمار؟ قال لك لا، وزاره الاوقاف تيجي تستثمر معايا. استثمر معايا يعني تشاركني. يعني مثلا انا ما قلت لكم الراجل عايز اجر منه الشقه وطلب مني 2000 جنيه زياده مثلا، فاجي اقول له ايه؟ لا مفيش زياده، تعالى خد لك اوضه معايا ونقعد مع بعض ونعيش مع بعض ونستثمر مع بعض. طب ده ما ينفعش. اي حد ليه عندي فلوس اخليه يجي يستثمر معايا؟ ويستثمر في ايه؟ طب ما تستثمر في اي حته تاني. عندك 3 4 فروع، ده هو فرع واحد في كل الناس دي. انت ليك ايه؟ عايز فلوس زياده؟ لا مش هدفع، تعال استثمر معايا، تعال شاركني. طيب ابو الدهب اهلا بيك حبيبي يا مهيب، منور الدنيا. انت اللي منور يا حبيبي. ايه؟ انت اللي منور حبيبي. سرحت مني ليه؟ لا ما سرحتش، اصل انت قلت حاجه الاول. عاوز يشارك، عاوز يشارك. لا والله عاوز يخش فبيحسبها مع نفسه، شوف كده هيخش بكام. السؤال بيفكر ياخد الكارت الذهبي. مالك بقى يا حبيبي؟ لا خير. خلي بالك انت كل ما لا في الزمالك الله يكون في عونك ان انت بتطلع من نقره تقع في دحضيره، فانت بتخش في القضايا، بتخش في المشاكل. وكمان دخلت في موضوع الاوقاف ده مشكله. انت كده لازم تحل موضوع الاوقاف، لان انت لو ما حلتوش الاوقاف هيروح للفيفا. والله بتعمل مش ليه فلوس. فدي مشكله، فلازم تحل المشاكل اللي موجوده. وزي ما انت قلت في الفاصل يا مهيب ان الدوري ده منحه للنادي الزمالك. في ناس غلابه، في ناس اجتهدت، في لا اصل هو شريف يقول لك اصل ده اضعف دوري. لا مش اضعف دوري، الله لا بالعكس، ده اقوى دوري شفناه في المنافسه. لا بالعكس كمان انت 3 انديه لحد اخر ماتش مش عارف مين هياخد الدوري. بدليل ان الطياره الزمالك يكسب الكوره. انتوا دلوقتي جامدين ولا انتوا احنا ناس طيبين وبناخد دوري فاحنا عشان الدنيا ضدنا؟ يعني انا عايز اعرف اتكلم، انتوا الزمالك الجامد اللي انتوا احسن فرقه لعبتوا دوري في الدوري بتكسبوا اي حد، ولا انتوا طيبين واحنا اقل فرقه بنعمل كل حاجه وما عندناش امكانيات حتى احنا بنفطر؟ ده ماله ومال قوه الدوري؟ مش فاهم. لا ما ده طبعا لا ده ماله. لا ايه علاقته؟ عشان انتوا احسن فرقه. اديني بس ايه علاقته؟ هو بيقول لك السنه دي دوري قوي لانه كان فيه منافسه لاخر مباراه، وده ما بيحصلش كتير. تمام كده. عمرها ما حطها. احنا بقى بنتكلم على حاجه، ده ماله بان احنا كويسين، احنا جامدين، احنا ده ماله؟ انت خدت الدوري، انت اقل فرقه وحاشه من الاهلي وبيراميدز. مين اللي قال كده؟ الاهلي وحش قوي مين اللي قال كده؟ ازاي وحشه وانا نتائجي افضل من نتائجك؟ ازاي؟ عنده مشكله اداريه في التعامل مع المدربين. احنا مالناش الحل اللي عندك مالكش دعوه باللي هنا. احنا مالناش علاقه باللي هنا زي الفل وبيخلص. تذكر مشاكل. بص انت طالما ذكرتني تمام، فانا برضو بذكرك نفس القصه. انت اللي بتتكلم معايا صح، ماليش دعوه باللي بيقول. انت بتتكلم معايا، فانا بقول لك ايه، انت برضو عندك مشاكل فيها اهدار مال عام. ما تقولش لا. ازاي لا؟ لا مفيش. ما كان بيحصل عندنا كنا بنقول اهدار مال عام. بص مشكلتنا انا شخصيا لما تيجي تكلمني راجل بعترف بالخطا. انت بتعرفش انت ماشي في اتجاه. لا خالص بالعكس، انا لسه بقول انت عايز تمشي في اتجاه. بص اللي هو انت بتدافع. لا بيحل. انا بحل، بقعد على الترابيزه وبجيب الناس واحلها. هل حلك في ده مشكله وقال انت في ناس سايبه. معلش هقول لك على وهسيبك تكمل. انا عايز اعرف مين اللي دخل النادي الزمالك في المشاكل دي كلها؟ المجلس الاداره الموجود مش مجلس واحد، كذا مجلس. خلي بالك المجلس ده جاي على مشاكل. لا ما هو برضه هو سبب في مشاكل. بص انا صريح ازاي بقول لك هو سبب بدليل انه جاب جون ادور. يعني انت النهارده مجلس الاداره ده ما كانش مسؤول طول السنه. ما هو لما جاب جون ادوار السنه بس، جون ادوار ده هي مشكله مصدق ده مش في وجود جون ادوار، مش في مشاكل في وجود جون ادوار لانه ماسك من بدايه الموسم. انت مشكلتك بص انا بقى بعترف، يعني انا عندي مشكله اداريه من قديم الازل تمام كده. مش عارف مين اللي بيدير النادي، انا مش عارف هم ايه يعني في يعني حاجه قانونيه. مين اللي هناك بيشتغل في القانون هناك، او مين اللي بيشتغل في الاداره، او مين اللي بيعمل عقود، او مين اللي بيخطط لنادي الزمالك؟ واضح هو. انا مش فاهم. فانا بعترف. احنا بقى بعترف اهو، احنا ما عندناش مشكله اداريه، وعارف مين رئيس النادي، ازاي ما عندكش مشكله اداريه؟ ازاي ما عندكش مشكله اداريه؟ وعارف مين اللي بيجيب اللعيبه؟ ازاي انا بس ازاي ما عندكش مشكله اذا كان انت جبت لعيبه ما استفادش بيها، جبت مدربين وانا جايب خدوا منك فلوس، خدوا منك فلوس 26. هو انا بس مضى اللعيبه دي انت بتتكلم على عندي مشاكل
لكن انا بقول لك انت استنى يا عندك شريف. مشاكل استنى بقالك يا شريف، نسمع فتره. وائل بس. انت بقالك فتره عندك مشاكل. انا عندي سنه واحده عندي فيها مشاكل اللي فاتت بالعود اللعيبه والمدربين انا وكل ما حاجه. بجيبش سيرتك على فكره، مش أنا- عايز لا، اجيب وأنا سيرتك. ما أنا انت بقول بس اللي بتتكلم، انت أنا كل ما بتكلمش تيجي عليك. تتكلم تذكر اسم الزمالك. تمام. مهيب بيسالني على حاجه في الزمالك او قضيه في الزمالك، بقوم مجاوب بصراحه، ما بخشش في اتجاه عشان الناس تحبني. مين اللي دخل في اتجاه؟ تمام كده. لا بيتكلم هو عليه، هو انا بتكلم عليا. تمام. فانا بتكلم ايه، هو بيتكلم في على الزمالك الزمالك. فانا برد على الزمالك بس. تمام. المشكله بقى مع شريف، هو يكلمه على حاجه في الاهلي يقوم جايب نادي الزمالك. الزمالك. انا مش عارف ليه. لا ماليش دعوه بيا، معلش يعني كابتن وائل. لا مش انت بتجيب سيره، انا لما بتكلم. بيسالني انا برد. انا لا ما بردش عليه وبتجيب خالص سيره على فكرة. كابتن الزمالك، وائل ما دخلنا انت في اللي الدوري. بتتكلم بتقول ايه. انت شايف حتى دخلت في طريقه ما ينفعش تخش في طريقه تقول لي هو يعني ده اخر دوري، هو خلاص مفيش دوريات تاني. حبيبي احنا خدنا دوري، هاخد رايه وسافر. اللعيبة احسن يعني ايه تستاهل؟ لا انا كنت يعني زي ما قال يعني في خلاف بين وائل وشريف. معلش انت بتتكلم عن مين اللي خد الزمالك خد الدوري. الاهلي وحش، الاهلي ما كانش في احسن مستواه. بيراميدز في اوحش انت مواسم النهارده ليه. بتتكلم على السكواد بتاع النادي الاهلي. احنا قلنا النادي الاهلي لو فاق هيعمل، لو النادي الاهلي لو فاق هيعمل. هو ممكن ارد عليك بس استنينا. لا استنى، ما انا اكلمك لا في حته دي بس استنينا الاهلي يفوق. ما فاقش الا اخر 3-4 ماتشات. ابو الدهب معلش يعني انت في فاهم الحته دي بس، مفيش حاجه اسمها ان انا خدت الدوري عشان فلان وحش. ده معناه ان كل الدوريات اللي انت خدتها يبقى الزمالك كان وحش. انت لا مفيش كده. معلش المنافس بتاعك مش احسن حاجه. بص انا ما يبقى الزمالك انت برضه اجتهدت وعملت شغل كويس. خلينا نسمع بعض. لكن في نفس الوقت انت المنافس بتاعك اللي هو الاهلي او الاهلي مش في احسن حالاته، بدليل ان هو كسبك ومش احسن خلاص. ما انا حالاته. فهمت سؤالك. اكمل. اذا لما الاهلي بياخد دوري يبقى المنافس بتاعه برضه ما كانش كويس. طب ما ده ايوه ماشي. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انا اجتهدت، بقيت الافضل في الوقت ده الحالي فخدت دوري. طب احل لك بس، مفيش حاجه اسمها كده. احل لك الحته دي يا بس وائل. دي مش وائل احلها لك انا، احل لك الحته دي. والاخطاء التحكيميه اللي حصلت. ثواني دلوقتي بقيت تتكلم على الاخطاء التحكيميه. ما احنا كنا بنقول الزمالك الفار لما كان بيتكلم على الاخطاء التحكيميه كنا بنقول الفار هيسبب العداله. ده الفار جه للنادي الاهلي. اسمعك بس. اتفضل. احنا لما كنا بنتكلم على الاخطاء التحكيميه، انا شخصيا كنت بتريق على الناس اللي بتتكلم على الاخطاء التحكيميه وانا بخسر دوري. هو الناس الأهلاوية مش عارفين يردوا لي؟ لا يا وائل، اللي أنت بتقوله غلط. أولا ده مش دوري، لأن الدوري كل الفرق بتلعب بعض دورين كاملين، فالبطولة دي مش دوري بالمعنى اللي أنت عايز تعمل له إسقاط على كلمة دوري. ولو كان الدور الثاني بيتلعب بالكامل وبيراميدز والزمالك والأهلي قابلوا كل الفرق، كان ممكن جدا الزمالك يقع وبيراميدز يقع والأهلي يعوض فرق النقطتين أو الثلاثة دول. شوف أنت عندك كم ماتش ناقص علشان قسمت مجموعتين، فده مش دوري علشان تقول إن بطل الدوري فاز بدوري. ده أولا. ثانيا، أبو الدهب بردة معه حق أن تآهي بطل الدوري. ألا أعلم بقي بالتحكيم ولا باللي حصل، لكن أنت مش فريق هو ده اللي يقصده أبو الدهب. موضوعك أنت وبيراميدز، يعني أنا مش عايز أقول كلام ما عنديش عليه دليل، لكن كلنا فاهمين اللي فيها، كلنا عارفين مين اللي بيشجع الزمالك في البلد ومين اللي بيساند الزمالك في البلد. علشان كده حتى لو بيراميدز بطل الأبطال هيتغلب لك. إنما أنت كفريق كرة لا، أنت بعيد قوي. وشفنا فرق الجزائر عملت فيك إيه، سواء في قبل النهائي بتاع الكونفدرالية أو في النهائي. فأنت مش فريق تقول على نفسك بطل الدوري المصري. هو دي اللي يقصده أبو الدهب، وهو دي اللي كان المفروض يقوله شريف. ده مش دوري، ده أشبه بتصفيات وكأس، وبطل الكأس ممكن يكون فريق درجة ثانية. الدوري اللي بجد كل الفرق بتلاعب كل الفرق دورين. على أي حال، واضح جدا إن محمود الخطيب لبس جمهور الأهلي والمتحدثين باسم الأهلي طرح. إن كان شريف ولا أبو الدهب مش عارفين يتكلموا، والجمهور كله محتار، بينما محمود الخطيب بيظهر في الحفلات بابتسامة عريضة وكأنه ما شاء الله مقطع الدنيا إنجازات. 2 الأهلي لابس طرحة، 2. عبد الحكيم أبو علم، اسمه إيه أبو علي، الأخ التاني ده اللي بيطلع مع إبراهيم فايق،
اللي الذكاء بيشر من سحنته لما يتكلم. خالد الأتربي. كل الناس دي، كل الناس اللي بياخذوا أخبارهم من الأستاذ جمال جبر، ومطلوقين علينا أشي في اليوتيوب واشي في البرامج. الواحد مش عارف إن أنتم يا جمهور لسم بتتفرجوا على الناس دي أسي. يا إخواننا، النادي الأهلي مش في شده قدرية، النادي الأهلي في نتائج فشل وغباء إداري، والناس دول اللي بيقولون على نفسهم نكات رياضيين ما قالوش كلمة حق، ما قالوش للإدارة لا وهي عماله تعك وتوقع في النادي، يعني من الآخر تحت الصفر مصداقية. فأنا مش قادر أتخيل الناس دي لسم بتطلع بأنه وش، وأنتم لسم بتسمعوا لهم بأي عقل. إن كان النادي الأهلي في فشل على مدار موسمين، فدول شركاء في ذلك الفشل زيهم زي محمود الخطيب وتروب وروبيرو ووليد صلاح وزكريا ناصف، وأي حد كان شغال في النادي وهو مش قادر يصد ولا يرد قدام بيراميدز لا جوه الملعب ولا بره الملعب.